هو الفلوس عندك في المحفظة، روح انت وسيبيني انام. بيحكي وبيقول ان مراته قالت له هو انت مش هتيجي معايا للدكتور؟ شد اللحاف بعصبيه وقال لها الفلوس عندك في المحفظه وسيبيني دلوقتي انا عايزه انام. بيكمل وبيقول لقيتها قربت شويه وقالت لي بصوت هادي بس انا فعلا مش هعرف اروح لوحدي. تجاهلتها وكملت نوم. وقفت شويه واتنهدت تنهيده طويله وبعد كده مشيت. ولما صحيت لقيتها كاتبالي ورق على الترابيزه وبتقول لي فطارك في الصاله على السفره وافطر كويس. بمسك المحفظه لقيت الفلوس زي ما هي، وبعد حوالي ساعتين لقيتها داخله بس ما اتكلمتش معايا. اتوضت ولحقت صلاه الظهر وبدات تحضر في الغدا وهي ساكته خالص. قطعت سكوتها وقلت لها هو الدكتور قالك ايه؟ بصت لي وقالت معدتي تعباني شويه، وقعدت تردد دعاء اول مره كنت اسمعه منها. قعدت تقول اللهم لا تجعلني صريعه الشيطان ولا ذليله الانسان واحسن الى قلبي فانت منبع الاحسان. استغربت صمتها المتواصل وحتى ما هزرتش معايا زي كل يوم. يمكن تكون زعلت مني عشان كان يوم اجازتي يعني وما رحتش معاها للدكتور، بس تعبها كان بسيط ومش مستاهل. ببص لقيت حماتي بترن عليا، فتحت وقعدت اهزر معاها شويه وبعدين لقيتها بتقول لي الف مبروك يا ابني. وقلت لها مبروك على ايه؟ قالت لي هي سمر ما قالتلكش انها حامل؟ كملت كلامي بهزار وقلت لها لا اكيد قالت لي بس الواحد بينسى كتير الفتره دي. وبعدين قفلت معاها ودخلت لمراتي الاوضه وشدتها من ايدها بعنف وقلت لها ما قلتليش ليه انك حامل؟ سابتني وقعدت على حرف السرير وقالت لي عشان ما كنتش اول واحد يجي معايا للدكتور ومقابل ده ما كنتش اول حد يعرف. تملكت عصبيتي وقلت لها وجبتي اصلا فلوس منين؟ قالت لي من الفلوس اللي بتديها لي في المناسبات، وتقول لي روحي اشتري بيها حاجه لنفسك. ما كنتش بشتري بيها حاجه، الهديه ما اسمهاش هديه لو مش انت اللي مختارها، والفلوس ملهاش لازمه لو ما كنتش بتديها لي بحب. لو ما كنتش اول شخص تسندني وقت تعبي هتبقى اخر شخص اشاركه باي حاجه تخصني. وعلى فكره الحاجه اللي بتيجي متاخر ملهاش اي لازمه. قربت منها خطوه عشان اصلحها لقيتها لفت راسها الناحيه التانيه وكانها خلاص مش عايزه تتكلم معايا. فنزلت من البيت اتمشى شويه، وكنت اول مره اخرج لوحدي من غيرها. كان شعور وحش، انا عماله اتمشى ومش عارف انا رايح فين، والمشوار كئيب من غير ضحكتها وكلامها ومشاركتها ليا. دخلت اقرب محل هدايا وبحط ايدي في جيبي افتكرت اني نسيت المحفظه وما لقيتش غير 10 جنيه بس، فجبت لها المانيكير اللي بتحب تحطه في البيت. دخلت الشقه لقيتها قاعده كده في ركن وبتعيط. بصيت لها بزعل وقفلت ايدي كده على العلبه وجيت قدامها وفتحت ايدي واديتها الهديه. اول ما فتحتها نطت وحضنتني. كانت كل شويه تديهولي وتقول لي ممكن تحط لي منه، ولما كنت اسالها اشمعنى ده تقول لي كفايه ان انت مختار. وبعد ما نامت بصيت في الروشته وعرفت ميعاد الكشف. اول ما الميعاد جه صحيت قبلها واستاذنت من مديري اني هروح الشغل متاخر شويه، وبعدين صحيتها وقلت لها يلا البسي عشان ميعاد الاستشاره. ولما قالت لي طب وشغلك؟ قلت لها انت عندي اهم. مستحيل اوصف فرحتها وتقديرها ليا وكلامها عني. من اليوم ده بقيت اول شخص بتجري عليه وبتشاركه وبتحب تفرحه وتفرح معاه. الست مش عايزه كتير، هي بس عايزه القليل بطريقه هي بتحبها. بتحب دايما انك تميزها. هي ما بتفكرش قيمه الكلمه قد ما بتفكر هي هتتقال لها امتى. ما بتفكرش الهديه بكام قد ما بتفكر هتديها لها ازاي. ودايما الحاجه اللي بتيجي متاخر بتفقد معناها.